طيب، تقريبا كل الناس لما شافت الكتاب ده كان دي ردة فعلها. يعني اسم الكتاب لوحده كده فاهم، تحسه كده فيه ايه، إثارة جدل في الموضوع، كوميدي شوية. الكتاب ده أنا اتفرجت على دوبا ميكافين. دوبا ميكافين الباب الواحد في الكتاب ممكن ياخد معاه نص ساعة فيديو فاهم. فأنا اتفرجت على فيديوهاته وقرأت الكتاب ده، ويعني الموجود هنا غير اللي انت بيجي في بالك لما تشوف كلمة فن اللامبالاة. يعني مثلا، هل تعلم مثلا الحركة الجحيمية؟ أو هل تعلم إن السعادة مشكلة؟ أو هل تعلم الشعور الزائد بالاستحقاق؟ عارف أسئلة الفيديو؟ طب أنت عارف ما هي القيمة وما هي المقياس وإيه الفرق ما بينهم؟ اسمع بقى الكلام ده لأنه خطير، وإن شاء الله هيحسن من تفكيرك ونظرتك. اوكي، السلام عليكم. Your brother كيمو كي او كريم محمد كمال. اول باب في كتاب فن اللامبالاه بيقول لك لا تحاول. من اولها كده ما تحاولش. مارك ميسون بيقول لك ان يعني غالبا انت جاي تشتري الكتاب ده عشان تبقى ايه، راجل كاريزما، وما تبقاش عندك اهتمام لاي حاجه ومفيش حاجه تاثر عليك، تبقى جامد من الاخر، صح برضه؟ مارك ميسون بيقول لك بقى الاهتمام بلا شيء هو اضطراب عقلي. يعني لازم يكون عندك اهتمام لاي حاجه، اما الاهتمام الزائد عن حده في الحصول على افضل الاشياء الدنيويه ليس صحي لعقلك. ومثال من الامثله بيقول لك في حاجه اسمها الحلقه الجحيميه، هي دوامه لا نهائيه، مثل ان تخاف من خوفك من شيء، او انك تغضب من غضبك على شيء، او ان تحزن على حزنك من شيء. يعني انا مثلا دلوقتي متضايق عشان انا مثلا ايه، مش عارف. يعني مثلا واحد متضايق مثلا عشان سقط، هو زعلان طبيعي. هو بقى مش بس زعلان عشان هو سقط، لا هو كمان زعلان على زعله ان هو سقط، وهكذا وهكذا. فبيقول لك دي حاجه اسمها الحلقه الجحيميه، والذي يعيش في هذه الحلقه انسان طبيعي، لان الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع ان يفكر في افكاره. فالواقع فيه الخير والشر، والحلو والمر، والسعاده والحزن، والايجابيه والسلبيه. والحياه المثاليه التي نعقد اننا يجب ان نعيشها هي غير واقعيه، والافراط والاهتمام نحو الايجابيه ينعكس عليك بشكل سلبي. اسمع بقى الكلام ده جامد جدا. كل ما له قيمه في الحياه يجري كسبه من خلال التغلب على السلبيه المرافقه له، وتجنب المعاناه ليس الا شكلا من اشكال المعاناه. انت دلوقتي حطيت لنفسك هدف، انت نفسك توصل للهدف ده عشان تعيش حياه معينه سعيده مثلا. طيب الطريق للهدف ده فيه ايجابيات وسلبيات، فالمشكله بقى ان الشخص ممكن ما بيشوفش غير الايجابيات، فيوم ما يتخبط في السلبيات خلاص ما يعرفش يكمل الطريق ده ناحيه الهدف، وبالتالي بينعكس عليه بشكل سلبي. مارك ميسون بيقول لك اي هدف انت تحطه لنفسك لازم تعرف ان فيه ايجابيات وسلبيات، ولو انت عايز توصل للهدف ده يبقى لازم تتحمل سلبيات الطريق ده. فالرغبه في التجارب الايجابيه تجربه سلبيه، وقبول التجارب السلبيه تجربه ايجابيه. وبعدين بيقول لك ستموت في يوم من الايام ولديك مقدار محدود جدا من الاهتمام لتعطيه، وكلما زادت اهتماماتك كلما شعرت بيجب من حقك ان تعيش حياه مثاليه لا تظلم فيها ولا تحزن. يقول لك وهذا سيأكلك حيا. فراجع امورك، اهتم بالامور اللي محتاجه فعلا منك اهتمام، والامور الصغيره اللي ممكن تؤثر عليك بشيء سلبي وتدخلك في الحلقات الجحيميه اللي احنا قلنا عليها من شويه، دي اللي تتعامل معاها بفن اللامبالاه. وده كان اول باب من باب مارك مانسون. تاني باب بيقول لك السعاده مشكله. مش عارف، بص هو بيختار لك كلمات كده فاهم يعني ايه، ازاي السعاده مشكله؟ يعني لا تقارن مشاكلك بغيرك، لان كل انسان مهما كان عمره لديه مشاكل ثقيله بالنسبه له. لما بتقارن نفسك بشخص تاني غالبا بتكون مقارنه مش عادله، لان كل واحد ظروفه مختلفه، كل واحد ربنا حطه في اختبار مختلف. غيرك ممكن يكون سبقك في حاجات معينه، ممكن يكون متاخر عنك في حاجات معينه. فالوحيد اللي ممكن تقارن نفسك بيه هو انت امبارح، انت اتحسنت قد ايه عن الاسبوع اللي فات ولا على السنه اللي فاتت. هل مثلا العلم اللي عندك هو نفس العلم بتاع السنه اللي فاتت، ولا اتحسنت، اتعلمت حاجات جديده، طورت من مهاراتك؟ ويجب ان تعترف بحقائق نفسك المره التي تكرهها والتي تغض بصرك عنها. اسمع بقى الحته اللي جايه دي عشان دي من اكتر الحتت اللي ايه، لو جيت سالتني عن كتاب فن اللامبالاه دي ممكن اول حته تيجي في بالي. الحياه عباره عن سلسله غير منتهيه من المشاكل، اذا انتهيت من مشكله بدات في الاخرى، والسعاده تاتي بحل هذه المشاكل ان شاء الله. يعني فمثلا ايه، انا اشتريت موبايل جديد الحمد لله، لا محتاج شاحن، محتاج سكرينه، محتاج جراب، محتاج مش عارف ايه. فكل مشاكل بقى تحلها من دي هيتفرع لك مشاكل تانية بسببها، انت مش تخلص من المشاكل. ودي مش حاجه تزعلك، لان هو بيقول لك السعاده باذن الله تاتي بحل هذه المشاكل. فمش هيجي عليك وقت هتبقى الامور كده فاهم بيس، لا هيجي وقت عليك هتبقى في مشاكل كبيره وفي مشاكل بسيطه، لكن ايا كان لازم تبقى مرن وتعرف تعيش حياه يعني تكون مبسوط فيها على قد ما تقدر وانت بتواجه المشاكل دي. من الاخر اختار مشاكلك اللي انت عايز تعيشها بالهدف اللي انت اخترته. تمام، انت اخترت هدف، اخترت شخص معين يا عم عايز تعيش معاه، يبقى هتتحمل عيوب الشخص ده. بمعنى اذا اخترت حلم بجانبه المشرق فلا تنسى جانبه المظلم الذي يرافقه، وتقبل التجارب السلبيه وتعامل معها بإيجابية. وهنا ينتهي
لا مش الفيديو، باب السعادة مشكلة. نيجي بقى عند تالت باب بيقول لك لست شخصا متميزا. هنا بقى في الباب ده بيقول لك شخصية بتشعر بالاستحقاق الزائد. ايه هو الاستحقاق الزائد ده؟ بيقول لك احذر ان تعتقد انك انسان استثنائي فوق العالم، لا يخطئ وخالي من العيوب ولك استحقاق عالي. وبعدين بيقول لك لابد من قدر كبير من الطاقة والجهد لكي تقنع نفسك بان خرائك لا رائحة له، خاصة اذا كنت تمضي حياتك كلها في المرحلة دي. هو عايز يقول لك هنا يعني ايه، بس هو كان بيحكي لك عن شخص اسمه جيمي، ده كان اللي هو يعني ايه عنده عيوب الدنيا بس مش شايفها يعني، فاهم؟ طيب ما عرفناش برضو مين الشخصية الزائدة بالاستحقاق دي. هقول لك احذر ان تعتقد انك انسان استثنائي تحت العالم، ضحايا مظلوم وعنده مشاكل ليست عند اي حد. اللي عايز اقوله لك هو انت لست مميزا. وسائل الاعلام والسوشيال ميديا ترسل رسائل غير مباشرة، اما ان تكون احسن الحالات او اسوأها. وفعلا السوشيال ميديا انت تشوف فيها الشخص اللي ناجح والشخص اللي حقق ملايين والشخص مش عارف ايه، فدايما كل واحد بيحب يعني ايه يعرض لك الجانب المشرق من حياته. عمر ما في حد هيوريك الجانب المظلم من حياته يعني. فلما تشوف الجانب المشرق اللي هنا واللي هنا واللي هنا خصوصا على السوشيال ميديا، ده بيحبطك. مش معنى انك ما بقتش مليونير او ما بقتش فاهم يعني شخص جامد جدا كذا مجال يبقى انت كده شخص، يبقى انت كده شخص تحت العالم بقى، فاهم؟ لا العالم كله تقريبا بني ادمين طبيعيين، فالسوكيه. رابع باب بيقول لك قيمه المعاناه. المعاناه احيانا يكون لها طعم ولذه اذا كانت نتيجه لقيمه في قرارات نفسك. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك هدف وبتعاني جدا عشان توصل للهدف ده، اسال نفسك ليه انت ليه عايز الهدف ده، وعشان تفهم نفسك اكتر نيجي بقى عند القيمه والمقياس. ودي من اكتر الحاجات اللي ممكن تغير نظرتك لحاجات كتيره جدا. انت دايما هي بتبقى شايل قيم بتحركك، والا لو ما عندكش قيم فانت دايما مش هتتحرك. فالسؤال بقى القيم دي إيه المقياس بتاعك ليها؟ يعني ايه؟ يعني مثلا السعاده دي قيمه صح؟ طب ايه مقياسك للسعاده دي؟ في واحد مقياسه هيبقى الفلوس، انا كل ما بقيت معايا فلوس كل ما هبقى سعيد اكتر. قيمه السعاده بالنسبه له بقت مقياسها الفلوس. طب هل ده مقياس صح؟ فمارك ميرسون بيقول لك احذر بان يكون عندك مشكله في مقاييسك للقيم بتاعتك. انت دلوقتي عندك صديق، ايه مقياسك للصداقه بتاعته؟ مارك ميرسون قال لك انت ممكن تبعت لصاحبك رساله فيتاخر في الرد شويه فتزعل وتحس انه علاقتكم ببعض مش كويسه. فمارك ميرسون بيقول لك بقى هنا ايه، انت بيسالك بقى اسئله لماذا. في اسئله اسمها اسئله لماذا، اللي هو ايه كل ما تسال سؤال تروح ردد على نفسك بلماذا. انت لماذا تشعر بان مثلا صديقك انتوا مش قريبين من بعض؟ فهتقول مثلا عشان ما ردش عليا بسرعه. هيقول لك طب انت ليه شايف ان طالما هو ما ردش عليك بسرعه يبقى كده علاقتكم ببعض مش كويسه؟ وهكذا بقى تقعد تسال بلماذا لحد ما توصل لعمق المشكله. فهنا يقول لك انت كده مقياسك للصداقه هي التواصل او التواصل السريع، فاهم؟ هو بيقول لك اذا عندك صديق تحبه، الصداقه دي ايه القيمه اللي عندي اللي انا شايلها؟ طب انا ايه مقياسي بقى للقيمه دي؟ هو التواصل. يعني انا لو احنا بنتكلم كتير مع بعض يبقى احنا كده اصدقاء كويسين. في واحد عنده مقياس تاني بالمواقف، لو حصلت منك مواقف كويسه خلاص يبقى انت كده صديق كويس حتى واحنا ما بنتكلمش كتير، بس انا مقياسي ان انت انسان بتقف معايا مثلا وقت الزنقه مثلا او كده. فتواصل جيد علاقه جيده. طب هل ده مقياس صح؟ المقياس هو طريقه التفكير عن هذه المشكله. يعني ما المعيار الذي تقيس به نفسك او افكارك؟ احذر لان احيانا يكون عندك مشكله في المقياس لهذه القيمة، لأن هذا قد يؤدي إلى مشاكل لا يمكن حلها. فراجع قيمك كلها، والأهم من ده راجع كل المقاييس للقيم بتاعتك. أنت بتقيس السعادة إزاي؟ أنت إيه مقياسك للسعادة؟ إيه مقياسك للصداقة؟ إيه مقياسك للنجاح؟ أنت إيه تعريف النجاح بالنسبة لك؟ كان في يعني القصة دي مش حافظها بالظبط، كان في عازف كان هو اتطرد من فرقته، بعد لما اتطرد من فرقة الموسيقى بتاعته يعني فتح بيزنس الخاص بتاعه بقى، فاهم؟ الموسيقى بتاعته، وحقق نجاحات كبيرة جدا وشهرة عالية جدا وفلوس وكل حاجه. بس على اخر عمره ما عداش الفرقه بتاعته القديمه. ففي اخر عمره بيقول لك ان هو فشل. طب انت فشلت ازاي يا عم؟ ده انت بسم الله ما شاء الله فاهم حققت حاجات كتير جدا واتشهرت وحقق نجاح، يعني نجاح اي حد يعني في مجال الموسيقى يعني يعترف بيه. بس لا هو كان شايف نفسه فشل عشان هو ما انتصرش على فرقته القديمه اللي هي سابته وكان عايز ينتقم. فده مقياسه للنجاح ايه؟ بان هو يعدي الفرقه اللي هزمته، مش ان هو مثلا يحقق شهره او فلوس. فالمقياس بتاعك لو غلط القيمه زي ما هو قال لك كده ممكن تؤدي الى مشاكل لا يمكن حلها. فراجع القيم والمقاييس كويس جدا. خامس باب، انت في حاله اختيار دائم. بيقول لك انت تقدر تلوم الظروف زي ما انت عايز اللي هي اثرت بالسلب على حياتك، لكن عندك مسؤوليه في كيفيه دفع هذه الظروف. فتقبل مسؤوليه وخد خطوه في حل المشكله. وبعدين بيقول لك كل شيء انت تعيشه اليوم بنسبه 99% هو بسبب قرارات اتخذتها في الماضي، وكل شيء ستعيشه باذن الله في المستقبل بنسبه 99% هو بسبب قرارات اتاحها الله لك الحاضر. ربنا وضع لك الاسباب في الارض، اعملوا فسر الله عملكم. سادس باب، انت مخطئ في كل شيء وانا كذلك. احذر ان تعتقد
تعتقد أنك على صواب معظم الوقت، لأن ليس هناك حالة صحيحة بالكامل، ولكن هناك حالات أقل أخطاء وليست صوابية كاملة. العقل البشري سريع في اختراع بعض الآراء ثم تصديقه واعتباره حقيقة، والعقل يحكم على الشيء من أول أو ثاني تجربة. فلا تسيء الظن، لأن العقول ليست كاملة ودائما متمسكة باعتقاداتها اللي ممكن تكون غلط. قال الكوميدي إيمو فيليبس ذات مرة: كنت أظن أن الدماغ البشري أعظم عضو في الجسد، ثم عرفت من الذي يقول لي هذا. فراجع تفكيرك وقلل من الثقة والاستماع إلى عاطفتك. فالرفض مؤلم والفشل مزعج، لكن ليس هناك شيء يقيني في الأمور الدنيوية حتى تحدث فعلا، وحتى تلك اللحظة يظل الأمر قابل للجدل. فتقبل النواقص والعيوب المحتومة في قيمنا حتى تنمو وتتطور. وعندما يقول لك كلما حاولت أن تكون على يقين من أي شيء ما، كلما ازداد الإحساس باللا يقين وقلة الأمان. فبيقول لك مثلا إيه، إنك لما تحاول مثلا تعرف أن أصدقائك يتكلمون عنك بالسوء فتقلق وتفسر الأمور تفسيرا خاطئا، والعكس صحيح. كلما تقبلت اللا يقين، فاهم، كل ما أنت تقبلت إن أنت في حاجات مش متأكد منها، كلما تفكيرك الزائد قل. وبيقول لك المتيقن من كل شيء لا يستطيع أن يتعلم شيئا. فاسأل نفسك دايما: ماذا لو كنت مخطئا؟ السؤال ده يعني بيولد تواضع وتعاطف لحل مشاكلك وفهم تفكيرك. وبعدين بيقول لك في الآخر: إذا كان هناك احتمال ليكون الخطأ ناتج منك أو من الآخرين، فالأكثر احتمالا أن تكون أنت المخطئ. فراجع تفكيرك وعيد النظر، لأن أنت مخطئ في كل شيء وأنا كذلك. سابع باب بيقول لك: الفشل طريق التقدم. طبعا كلمة مشهورة جدا وعارفينها. نجاحك في كل شيء بعد فضل وإذن من الله معتمد على عدد مرات فشلك في هذا الشيء. شفت كده الطفل كل ما يحاول يقوم عشان يمشي فيروح واقع، لو من أول مرة قام وقع ولا لا خلاص، ما الطريق ده مش نافع انا مش عارف اوصل للهدف ده، فاهم، خلاص. وبعدين بيقول لك في اسئله اسمها اسئله جهاز الفيديو. مارك مانسون بيقول لك زمان ايام يعني ابوه بقى او جده كده كانوا دايما بيستغربوا من الاجهزه الجديده اللي هي بتاعت الفيديو دي. كان دايما يقول لك ايه ده، ازاي افتح الفولدر ده مثلا، ازاي اشغل الجهاز ده، ازاي مش عارف اعمل ايه على الجهاز ده. حاجات يعني ايه بالنسبه لهم هم تحسها حاجات كبيره، وبالنسبه لمارك مانسون او بالنسبه لنا احنا حتى حاجات سهله جدا، فاهم، احنا متعودين على التكنولوجيا. فهو سمى الاسئله اللي زي كده سماها اسئله جهاز الفيديو. بيقول لك بقى ايه اسئله جهاز الفيديو، زي مثلا ايه: كيف اتخرج من كليه الطب؟ كيف اطلب منها ان نخرج معا؟ او لا بلاش المثال ده هو اللي قايله مش انا يا عم كيف اقول له ان اخرج معه؟ ماشي فكل الاسئله اللي هي انت ممكن تكون متوتر منها انما هي عاديه، فاهم، اجابه اسئله الفيديو هي اطبق فمك وفعلها. ماشي. بيقول لك: ان جعلت مشاعرك وانفعالاتك تحدد واقعك، فستاتي اسئله جهاز الفيديو والافكار والمعتقدات الغبيه. كيف يمكن ان تذهب فتتحدث مع شخص ان لم يكن لديك سبب عملي يدعوك الى ذلك؟ هكذا لا يتقبلك. فهو بيقول لك بقى الحاجات الغير واقعيه دي، الانفعالات وتفكيرك ده اسمه اسئله جهاز الفيديو. فكل ما يجيلك الاسئله دي مارك مثلا بيقول لك: اقفل بقك وخد الخطوه. مش عارف ازاي اذاكر، لا اقفل بقك وخد الخطوه. وبعدين مارك مثلا عنده مبدا اسمه افعل شيئا ما، يعني انا مش عارف ليه ما حسيتوش قوي منه، بس هقوله لك. يعني هو بيقول لك: اذا كنت مفتقر للحافز لفعل شيئا ما فافعل اي شيء، واجعل ردة فعل ما قمت به تحفزه، وابدا، لان هذا يتغلب على المماطله والتسويف وتبني قيم جيده. هو مارك مثلا شايف ان انت زي ما بيقولوا كده فاقد الشغف، لو عملت اي حاجه افعل شيئا ما، الشيء ده هيديك حافز صغير، والحافز الصغير ده يديك حافز اكبر، وهكذا. مش عارف ليه مش حاسه يعني، فاهم يعني، بس ممكن يكون لو واحد فعلا مش عارف هو عايز بالظبط مبدا افعل شيئا ما ممكن يوصله للحاجه اللي هو كان محتاج يعرفها لكن ما كانش يعرف. الله اعلم. ممكن تقولوا لي رايكم. الباب اللي قبل الاخير وهو ثامن باب: اهميه قول لا. تمام. يكون رفض بعض الخيارات هو الطريق الوحيد لتحقيق المعنى ووصول المرء إلى الشعور بأهمية في حياته. علينا أن نهتم بشيء حتى نستطيع أن نرى فيه قيمة، وحتى نرى في أمر من الأمور قيمة علينا أن نرفض ما هو ليس في ذلك الأمر. ويقول لك حتى عشان تكون أي علاقة صحية يجب أن تكون طرفاها مستعدين لقول كلمة لا ولسماع هذه الكلمة اللي هي بتبقى تقيلة شوية. في الرفض غالبا يحدث نزاع، والنزاع هو الشيء الذي يميز بين من هو معنى من غير شروط ومن هو معنى لمكاسب. فبيقول لك النزاع ضرورة من ضرورات أي علاقة صحية، وعكس ذلك فالعلاقة قائمة على التلاعب وسوء التفاهم. من الآخر اعرف إن أي حاجة أو أي طلب مش ضروري وأنت ما عرفتش تقول له لأ، فأنت كده بتقول لهدفك اللي أنت عايز توصل له لا. يعني انت مثلا واحد صاحبك قال لك تعالى ننزل نخرج، وانت وراك اولويه لازم تخلصها، ايا كان شغل بقى ايا كان هو ايه. فلو انت وافقت على اي مشتتات حواليك فده كانك بتقول لا لهدفك. فلو عايز توصل لهدفك في حاجات حواليك لازم تقول لها
لا. ونيجي اخيرا عند اخر باب، واتمنى ما اكونش طولت. وبعد ذلك تموت. الباب ده يعني مارك مثلا حكى لك فيه قصص كتيره جدا، ملخص يعني اللي هو عايز يوصله لك من كل القصص اللي حكاها. هو بيقول لك انت بتقرا كتاب فن اللامبالاه من اجل التحسين، لكنك بعد ذلك ستموت. ربنا يطول في عمرك. يعني هو بيقول لك مواجهة حقيقة فناؤنا أمر في غاية الأهمية، لأنه يزيل عنا كل ما في حياتنا من قيم تافهة سطحية هشة، فبعد أن تموت سيبقى أثرك على المجتمع سواء كان سلبي أو إيجابي، فما دورك في التحسين. بس كتاب لذيذ، وأتمنى يعني تكون استفدت. وبس إن شاء الله أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.